النتيجه كويسه لكن الاداء ما كانش عاجبك او ما كانش عاجب اغلبيه الناس. في ناس شايفه ان الاداء يعني احنا بنلعب بره ارضنا، وفي ناس شايفه ان انا كان عندي فرصه اكسب ليه ما اكسبش. طيب ازيكم، يا رب الكل يكون بخير. تعال الاول قبل ما نخش في الماتش ونتكلم عن الايجابيات والسلبيات بتاعته، عايز اكلمك في 3 نقط بره الماتش. الماتش كده كده ما فيهوش كلام كتير يعني، حتى الفيديو هيبقى قصير مش زي بقيه فيديوهات الماتشات اللي انا بقطع فيها لقطات وانت عارفها. انا كاتب يمكن صفحه واحده والصفحه الثانيه سطر، وبصراحه مش هكدب عليك مش هتلاقي لقطات فنيه، لان عارف الماتش ما يستاهلش ان انا جازف، لان الماتش ده على بين سبورت فحقوق النشر او الكوبي رايتس فيها مشكله شويه. فبلاش نجازف في ماتش زي كده يعني، ممكن نجازف وناخد لقطات ونشرحها في ماتش يكون افضل من كده بكتير يعني. المهم اكلمك في 3 نقط قبل ما نخش في الماتش. اولهم بالنسبه لي، شوف هتكلم معاك كده زي ما دايما بنقول على اللايف بتاع الفيسبوك او التيك توك، احنا قاعدين مع بعض على القهوه، عشان الالفاظ اللي هقولها لك هي مش الفاظ سوقيه يا سيدي، لكن الفاظ عارف ايه يعني. انا مش هعرف اقولها لك الا كده بصراحه. انا شايف ان فرق جنوب افريقيا دي او الفرق كلها بتاعتها كاشخاص يعني بتاخد قرارات، بشوفهم فرق مهزأه بصراحه. بكلمك بمنتهى الامانه. ليه افهمك انا ليه العب الساعه 3 العصر؟ يعني في تصريح امبارح للمدرب الاسباني بتاع اورلاندو بايرتس، قال لك اللعب الساعه 3 او ايا كان الوقت على الكل ومفيش اعذار في كره القدم. طب يا حماده ما تلعب معايا الساعه 8 بالليل والساعه 9 بالليل زي ما بتلعبوا عندكم في الدوري بتاع جنوب افريقيا، ما دام مفيش اعذار في كره القدم. مش انت بتقول مفيش اعذار؟ طب ما تلعبني الساعه 9 من اجل حتى الجماهير ومن اجل المتعه. يعني في لعيبه ما شاء الله قدرت تكمل، حتى رضا سليم مثلا حتى لو تعب بس كان طول المباراه اداء كويس جدا. وفي لعيبه بان عليها الارهاق. انت عايز تكسب ال3 نقاط وخلاص، ما هو مش مقياس، مش دايما بتكسبونا العصر. ما احنا رحنا لعبنا صن داونز مع فايلر هناك في عز النقحه زي ما بيقولوا بالبلدي كده، صن داونز عارف يكسبني ما كسبنيش، تعادل معايا بالعافيه وانا اللي كنت متقدم ومضيع جونين 3 كمان وي وي. الوداد نفس الكلام، الوداد المغربي يبقى عامل 2-1 مثلا في المغرب، نتيجه سيئه جدا، 1-0 تكفي صن داونز في الاياب ويجيبوهم الساعه 3 العصر والوداد يطلع 0-0. فمش هي مش اسطمبه او مش عافيه هتجيبني الساعه 3. فانا اكيد انا ولعيبه انا وفرق شمال افريقيا، الترجي الوداد الرجاء، فرق شمال افريقيا انديه مصر تونس مغرب الجزائر هتكسبنا يعني. فما تلعب معايا الساعه 7 8 بالليل 9 بالليل يبقى الرطوبه قلت ودرجه الحراره قلت والناس تتفرج على كوره وتتبسط. ما تبقاش الناس قاعده بتتفرج على اللي احنا بنشوفه دوت وفي الاخر يطلعوا يقولوا لنا ايه اصل الكوره ما فيهاش اعذار. ايوه انت عندك حق وانا ما بديش عذر، بس ما تلعب معايا بالليل وطبق على نفسك ان الكوره ما فيهاش اعذار. لكن هي بصراحه مش هكدب عليك فرق مهزأه بمنتهى الامانه كاشخاص يعني. الناس دايما كاداريين بيحاولوا ياخدوا قرارات تعمل علاقات وود مع بقيه الادارات في الانديه التانيه، انما دول حاجه تقرف. طيب المذيع والحكم دول تاني وتالت نقطه. هو احنا يا جماعه معلش نسال بين سبورت ما عندناش مذيع مصري؟ انا عارف ان كده كده مصر مش مشهوره بالمواهب في موضوع منصب المذيع دوت او مهنه المذيع. ناس بقى ما يكملوش 5 6 اشخاص على ما اعتقد من ساعه الكوره ما بدات، من ايام الكابتن لطيف الله يرحمه ومرورا بقى بالكابتن ميمي الشربيني الله يديله الصحه وكابتن محمود بكر الله يرحمه، كابتن حماده امام وبعض حلوياته حتى لو كان بيغلط في اسماء اللعيبه كلها او كل اللعيبه كانت بالنسبه له حازم امام، ولو كان انا كنت بحب حماده امام الله يرحمه او الكابتن حماده امام. يعني ما في ناس ممكن نجيبها غير ده عشان ما نطولش مع بعضينا. يشوفوا لنا حد يا جماعه احنا، عشان في ناس هتقول لك انتوا اهلاويه مش عاجبكم حد. معلم وانا ما ينفعش يبقى عندي معلق يلتزم بالمهنيه ويسكت ويكون حتى الى حد ما برضه ممتع يا سيدي شويه. ما بقاش انا قاعد بنام مع احمد عبده دوت وعمال بينتقد في لعيبه وبيهاجم في لعيبه باسلوب غريب. فلان ده وحش لسه ما دخلش الماتش والفرقه كلها كانت وحشه، مفيش باستثناء رضا سليم وكام لاعب تاني درجاتهم هتبقى اعلى من بعض شويه واللعيبه التانيه درجاتها هتبقى قليله. يعني مش الفرق مش هتلاقيه كبير زي ما انت متخيل. لكن ما علينا. الحكم والفار النقطه الثالثه، حرفيا الدقيقه كام؟ الدقيقه 8 51 ثانيه في فاول بدون انذار على لامام عاشور، فاول لصالح امام عاشور وانذار على اللاعب، رفع امام عاشور نص بتاع نص شوارع. مش كده بقول لك هي حتى الفرق مهزأه، حتى في تدخلاتها بتبقى مؤذيه عايزه تصيب اللعيبه. امام عاشور النص اللي اترفعه ده ممكن يجيب له اصابه. الكره الثانيه اللي دخل فيها الشوط الثاني الولد على سمانه رجل امام عاشور دي لا قدر الله كانت في العظمه شويه كانت تكسرها او كانت ممكن تعمل مشكله مزق في السمانه. بقول لك فرق مهزأه بلعيبتها يعني او الاغلبيه اللي فيهم الا من رحم ربي. فوجود الفار في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بقى لابد وحتمي. بنشوف اسيا مع احترامي ليها بفرقها وبنجومها اللي بيشتروهم حتى في السعوديه لا تمت الكره الافريقيه باي صله، احنا اقوى من اي حد بكتير. احنا اساسا لاعبين اوروبا، الدوري الانجليزي اشهر لعيبته افارقه، بل يكاد يكون افضل لاعب في العالم حاليا مصري افريقي. فانت متخيل؟ ومع ذلك بتلاقي الكوره في اسيا دوري ابطال اسيا الفار موجود هناك في المجموعات انما في افريقيا لا. ما علينا، دول ال3 نقط اللي بره الماتش. خلينا نخش نكمل. وعايز اقول لك على اول حاجه بالنسبه لي اكتب لي في الكومنتات دي اهم حاجه راي الناس في حته
مين افضل لاعب في الاهلي في المباراه؟ انا بقول لك اهو سريعا، انا شايف رضا سليم، ومستغرب من اي شخص هيشوف حد غير رضا سليم. رضا سليم ما شاء الله النهارده كان باين جدا، انت ما كنتش بتعرف تطلع بالكره زي ما انت عايز، كل حاجه الطويل. ده سبب نزول طاهر وهشرحه لك. لكن تبص رضا سليم كان بينزل لحد يحيى عطيه الله ياخد منه الكوره وبيطلع بيها هو لوحده، اللي بيقابله بياكله. رضا سليم ما كانش بيتاخد منه كوره الا فاول، يا تضربه وتديله فاول يا هيرقصك، باستثناء كوره او كورتين ثلاثه من وسط بقى كام كوره. ده اللي قلت لك عليه، ان مفيش لعيب في الدنيا خصوصا الجناح ما بيتقطعش منه كوره، ومفيش جناح في الدنيا ما بيرقص طبعا الا طاهر، هو الوحيد اللي بيرقص حد يعني. لكن الطبيعي من الجناح انه يرقص، والطبيعي انه يجي عليه كور يتقطع. بس النهارده زي رضا كده، رضا مثلا من وسط 10 15 20 كوره اتقطع منه كام؟ خمسه يا سيدي، خمسه. الباقي كله معديهم ال 10 15 كوره، يا يرقص يا بياخد فاول. رضا سليم النهارده انا بالنسبه لي 7 8 من 10 مان اوف ذا ماتش، وافضل لاعب في النادي الاهلي. في ناس بقى شايفه غير كده، براحتك، هي وجهات نظر، انا بديك اسبابي اهو. مش هقول لك انا شايف ان الشناوي والله احسن لاعب واسكت، لا انا دايما بديك اسبابي. طيب ليه بدانا بطاهر؟ دي وجهه نظر كولر، مش انا طبعا. انا من الناس اللي مش هكدب عليك، انا لو انا مسؤول في النادي الاهلي طاهر مش هيقعد ساعه، انا مش هكدب عليك يعني، او من اللعيبه اللي مش هتقعد ساعه، لان مش هو لوحده اللي المفروض يمشي. مع احترامي انا ما عنديش مشكله شخصيه مع لاعب اكيد، انا عندي مشكله مع كل ما هو هيضر الفرقه بتاعتي. بس انا شايف ان وجود طاهر في الملعب بيضر الفرقه، حتى لو هو مش وحش، هو مش حلو. عشان بس انا بستغرب من الناس يعني، كل واحد وهي اراء، والكره دايما اراء، براحتك. طاهر مارسيل كولر بيلعبه عشان خاطر نلعب احنا الكرات الطويله ناحيه طاهر، فهو يطلع يلعب بالهيد فناخد السكند بول. طيب انا عايزك تركز على لقطات معينه لما بنيجي نلعب بالطريقه دي. هل بتشوف حد مقرب من طاهر او واخد تعليمات روح قرب من طاهر عشان لما ياخد السكند بول؟ مفيش الا وسام بس من الناحيه دي، والملعب كله حوالين طاهر وسام فاضي. فانت بتبقى طالب من طاهر ان كل كره يطلع يريحها كده. ماشي، هو الطلب سهل مش صعب، بس طاهر ما بيعملوش. طاهر تقريبا من اطول اللعيبه في الملعب، ما كانش اطولهم، واللعيبه اللي بتلعب عليه الاثنين اللي بيقربوا منه قصيرين، وكل كره في الهواء ما بياخدهاش، ما بيستلمش حتى، ولما بيوقف الكوره قراراته زي الزفت. احترامي ليه، والله ما عنديش مشكله للمره الثانيه مع طاهر او غيره، انا عندي مشكله بس مع اللي يضر فرقتي. فما علينا، انا وجود طاهر في الملعب ما كنتش حابه بصراحه. الناس اللي نزلت البوست بتاع ان انا مستغرب من تغيير وسام، انا مستغرب من تغيير وسام بالبديل بتاعها تاو. يعني انا اساسا كاسلام ما كنتش عايز وسام يلعب، شوف بكلمك بمنتهى الامانه، كنت حابب ان وسام يقعد ويلعب اخر تلت ساعه، يبقى نازل بالبدني بتاعه افضل شويه، خصوصا انه راجع من اصابه، وادخله في اجواء الماتش قبل ماتش الانتر كونتيننتال اللي هو يوم السبت الجاي ان شاء الله في الدور قبل النهائي. بس مش معترض انه خرج، انا ما كنتش حابه يلعب، انا خايف عليه اساسا. انا معترض على نزوله التغيير انه تاو هو اللي مكانه. من الافضل من الاول ان كان تاو يبدا مكان طاهر، او حسين الشحات يبدا مكان طاهر ويلعب مع رضا سليم بقى، يغيروا هما الاثنين زي ما دايما بيعمل روتيشن اثناء سير المباراه مارسيل كولر، وبيجيب الجناح ده مكان الجناح ده. ما كنت اتمنى ده. لكن طاهر مع احترامي، انت بتشوف دوره في الملعب، والله يا جماعه بنلعب ناقصين واحد. طيب ما علينا عشان ما اطولش عليك. الدقيقه 25 و47 ثانيه، في كوره كانت بيطلع بيها اورلاندو، عايزك تبصوا احنا بنضغط عالي، في كوره قبلها ضغطنا عالي كلنا، اورلاندو طلع الكوره في الاوت. الكوره دي كانت قبلها الدقيقه 17 و21 ثانيه، اجيب لك بالدقايق، انا مش عايز اجازف واخد لقطات زي ما قلت لك عشان الماتش مش مستاهل، انا مش كاتب كتير، هي صفحه واحده وسطر في الصفحه الثانيه، مش زي بقيه الماتشات الثانيه كان فيها شويه بهريز. المهم الدقيقه 17 21 ثانيه دي لما جينا نضغط، ضغطنا صح، ضغطنا بخمس لعيبه. ما هو انت صن داونز عايز يطلع بالخمس لعيبه اللي عنده، اربعه واقفين في خط الظهر بينقلوا سوا، واللعيب بتاع سته بدا يقرب، احنا ضغطنا بامام عاشور وبطاهر وبوسام وبرضا سليم، وكان جاي من وراهم اكرم، ومن ورا اكرم مروان عطيه. فخلاص انت قفلت كل الحلول اللي تخلي اورلاندو يطلع بالكوره، قامت الكوره مطفشه. لكن في الدقيقه 25 50 ثانيه يا معلم، 51 ثانيه بتبص تلاقي فرقه بتاعت اورلاندو بتطلع برده بنفس الطريقه اللي بقول لك عليها، واحنا ضاغطين بوسام وامام عاشور في عز الرطوبه اللي انت فيها دي. الاثنين بيضغطوا على اربع لعيبه، قعدوا يجروا كتير يجروا كتير لحد ما وقفوا، ما قدروش، خرجت اورلاندو بالكوره. فاحنا يا نعمل الضغط صح يا اما ما تعملهوش بقى، وتقابل ميديان بلوك او لو بلوك، دفاع متاخر، او تلعب دفاع متوسط، تقابل من نص ملعب او تقابل من نص ملعبك. لكن هو الصح الضغط العالي بس بتوازن، ده من النقط اللي بشوفها، مش هكدب عليك يعني. طاهر وجوده دي انا قلت لك عشان الكرات الطويله، وانا كاتب جنبها طاهر لا نافع طب في الطويله، ولا بيوصل لحد حاجه، ولا هو بيوصل له حاجه. رضا سليم، رضا سليم ما ينفعش يقعد، فاكر لما قلت لك الفيديو اللي فات لو خد ربع فرص طاهر ما هيمسك في الفرصه. النهارده ما شاء الله بتشوفه اهو مأدي اداء ولا اروع، لما يرجع يقعد على الدكه تاني ويرجع ينزل بديل اخر 10 دقائق وتلاقيه مكشر، ما ترجعش تلومه الا كولر، ما تلوموش هو، الراجل يستاهل انه يلعب، الراجل ما شاء الله يستاهل انه يلعب. انا هنجي لك في التقييم في الاخر خلاص، انا اخر الدقائق.
عايزك تبص على برضو لقطه الدقيقه 92 الحكم. مش كده بقول لك الفار وقرف الفار، وبامانه ربنا ما ينفعش ما يكونش موجود في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا. الدقيقه 62 وسام خرج وامام نزل، قفشه للمره الثانيه. قفشه بينزل يقول لك انا ما اقعدش دكه وانا احسن واحد يدور لك الكوره، وحسين شحاته ما نازل كان فايق برضه. لكن انا برضه بقول لك للمره المليون، تقريبا كسرنا المليون مره، قفشه طول ما هو بيلعب لوحده من غير امام هتشوف فرقه شكلها كويس مش وحش، ما بقولكش لا، قفشه بيعرف يدور الكوره، لكن قفشه لو بيلعب جنب امام هتشوف حاجه ثانيه خالص، هتشوف امام اللي انت عايز تشوفه. وجود امام جنب قفشه هيعلي من امام ومن الفرقه بزياده بقى، لان قفشه بينزل ما شاء الله واضح وظاهر، والراجل بيعرف يدور الكوره وبيلعب كويس اوكي. انما امام عاشور انت بتشوفه بيلعب 10 وقفشه اللي بينزل مكانه. حضرتك اللي بتطالب ان قفشه، ان امام عاشور يديك اداء الزمالك اللي بنشوفه، مش عارف اداؤه في الزمالك كان افضل بكتير. امام عاشور ما كانش بيلعب في الزمالك 10، اديله المركز اللي كان بيلعبه في الزمالك وانت هتتفرج عليه ان هو يبقى افضل من الزمالك بمراحل، لان الاهلي فيها فرقه تساعد، امام معاه لعيبه تساعد. امام في الزمالك ما كانش معاه الا زيزو، وشويه فين وفين كل ما تلاقي لعيب فايق زي فتوح، وشويه يعك فتوح ويرجع يلتزم ويعك، ما انت عارف الزمالك. ما علينا. اخر نقط بالنسبه لي، انا قلت لك دي من الاول، الشحات ورضا كانوا هم اللي بداوا، او بيرسي تاو لو انت عايز. شفت الشحات اما نزل؟ الشحات ميزته من الميزات اللي بتعجبني في الشحات انه لعيب كوره شوارع ولعيب كوره محترف. يعني الشحات بتاع، عارف انت الخماسي؟ طب خد يا شحات رقص شويه، خد يا شحات اعمل لي قلق في ال 18، يعمل قلق في ال 18. خد يا شحات اتوغل ما بين الخطوط كده في قلب ده خط الظهر واعمل لي مشكله، ممكن تاخد لي فاول، ممكن تاخد لي ضربه جزاء، وده اللي بيحصل من الشحات كتير. او تعرف تعمل لي اسيست الخبيث، بيعرف يعمله الشحات. كنت اتمنى وجوده عن طاهر. طيب رامي زفت. طب نيجي للتقييم. شوف الشناوي بالنسبه لي زي ما قلت لك قبل كده، لما بنيجي نقيم اللعيبه في التقييم انا بقيم يعني على سبيل المثال الباك، هشوفه اداؤه الدفاعي قد ايه واداؤه الهجومي قد ايه. يعني مثلا هنقول يحيى عطيه الله، بديك مثل انه في الهجوم اسلام كان النهارده ياخد 7 من 10 كان هايل. طب الدفاع والله ياخد 3 من 10. طب يبقى اوفر اول هنديله كتوتال كده في الاخر اوفر اول ياخد 5 من 10. انا بقيم بالنسبه لي كده، عملت ايه، واجباتك الهجوميه والدفاعيه، والكره لما كانت بتجيلك كنت بتعمل ايه. تبص على الشناوي النهارده الى حد ما، مش هكدب عليك ما اختبرش كتير، الكره كلها اغلبيتها سهله، في كره كورتين وقعوا من ايده مثلا اقول لك ياخد 5 من 10 او 6 من 10، بس هبقى جاملته لو قلت 6. بالعكس هو ممكن ياخد 4 او 5 كمان، مش 5 بس، ممكن ياخد 4. رامي، شوف رامي وانا سكت ازاي. اصل بص خد بالك هو برضو النهارده اورلاندو بايرتس ما عملش عليك الهجمات الخطر اللي بيعملها صن داونز اللي يخليك تحط لعيبتك بتاعت خط الظهر تحت اختبار قوي او شديد، لا ده ما حصلش. لكن رامي بالنسبه لي انا ما كانش عاجبني، وكميه ميس باص مش طبيعيه، وكميه الكرات الطويله اللي بيعملها غريبه يا راجل، غريبه يا راجل. لعيب في النادي الاهلي مش عارف يعمل اوفر او كره طويله لونج باص للجناح اللي هو نازل اسمه طاهر. لو ركزت هتلاقي التعليمات من كولر ان رامي خد الكره العبها عند طاهر. شوف اتكررت اللقطه دي كذا مره، وتشوف اخوك رامي ربيعه كل شويه شلوت في الاوت، شلوت في ضربه المرمى. انا رامي هديله 2 من 10 مش هكدب عليك، وياسر ابراهيم 3 4 من 10 برضه بالكتير. انا خد بالك انا حابب اجامل، انت متخيل ان انا بالارقام دي حابب اجامل الناس، لكن ما علينا. عمر كمال عبد الواحد، بيني وبينك بقى انا هجامله واديله الصفر مش هكدب عليك، والله العظيم عمر كمال مجامله ياخد صفر. عمر كمال لو هنتكلم عمر كمال بالماينس، انا النهارده شفته في الملعب عمر كمال بتاع بنت الجيران، مش عارف مين اللي غنى بنت الجيران بس عمر كمال المغني عامه، تقريبا هو اللي بيغني بنت الجيران ولا مين، ما علينا من الاغنيه، انا ما بسمعش اغاني او ماليش في الشعب او ما بسمعش اغاني عموما. فالراجل ده تقريبا عمر كمال اللي كان بيلعب النهارده بتاع بنت الجيران دي، انا كان ناقص يغني بنت الجيران واقفه هنا قصادي، انا مش، ده مش عمر كمال خالص. كولر يتحمل معاه جزء الجانب الهجومي، يعني لما تبص على عمر كمال في الجانب الهجومي ضايع، الدفاعي الى حد ما كان واقف كويس، بس مشكلته بالنسبه لي بياخد صفر عشان الميس باص الكتير مش موجود في الملعب. بس هلوم كولر في حته ان هو قايل له ما تهاجمش، احنا بقى لنا فتره كبيره بنلعب بالباكات كده. طيب اكرم توفيق، مروان عطيه، مروان بالنسبه لي 5 او 6 من 10، اكرم توفيق 4. بمنتهى الامانه برضو انا هفضل اقول لك المره مليون، 2 6 دي بتضيع هيبه النادي الاهلي. 2 6 دي على الاقل لو هتلعب بيها محتاجه فيهم واحد على الاقل صايع كوره بيعرف يلعب كوره. انا ما اعرفش والله نشوف عمر الساعي امتى. طيب امام عاشور 3 من 10 بمنتهى الامانه يعني. رضا سليم بالنسبه لي اعلى تقييم 7 او 8 من 10. وسام ابو علي ما اختبرش، ما جاتلوش كور عشان اقيمه، فانا بقى بالنسبه لي وسام هيبقى خارج التقييم، هقيمه ليه؟ وصل، ده مهاجم، ده اللي عايز اوصله لك. يعني لو هتديله صفر بتظلمه، لو هتديله 7 او 8 برضه بتظلمه. يعني هتديله رقم بتاع ايه؟ الراجل ما وصلوش حاجه، حتى لو لعب 60 62 دقيقه ولو.
طاهر محمد طاهر ده برضه حبيبي، مش عايز عنه الصفر، مش عايز عنه الصفر، وعايز عنه الواحد من 10. ما عملش حاجه، حتى المهام اللي هو نازلها واخدها ما عملش منها حاجه. هو راجل بيتكلم فرنساوي كويس، مش طريقه والله، عشان بس جاب اخر منه بامانه ربنا، ان انا بشوفه ان هو وكولر احد اهم الاسباب ان في ناس قاعده بره على الدكه محتاجه تاخد فرص، لكن كولر اللي مقعد. يلا سيدي، مين تاني؟ حسين زي رضا سليمان قلت لك 7 و8 من 10. حسين الشحات لما نزل كان كويس. حسين الشحات لكن اصلا انا مش هبالغ في تقييمه، لكن كان كويس، بس ما يتقيمش على الدقائق دي بصراحه. اصل اديله 7 او 8 من 10 او حتى 6، ما طولش. لكن الشحات كان كويس حتى في نزوله. قفشه في نزوله برده كان كويس، ما ياخدش اقل من 6 من 10 او 7 من 10. بس بلاش 7 عشان نبقى بالغها، هو 5 او 6 من 10 على الوقت اللي لعبه قفشه يستاهلوا للمره المليون. اتمنى اشوف قفشه وامام، عشان مش عايز اطول عليك اكتر من كده في الفيديو ما يستاهلش يبقى طويل، الماتش مش مستاهل. نتمنى ان شاء الله باذن الله نستعد كويس جدا للماتش اللي جاي بتاع بوتافوجو او باتشوكا اللي جاي منهم، واتمنى ما نلعبش ب 2-6. اتمنى اشوف امام عاشور وقفشه. هنتكلم عن الماتش دوت بعدين عشان ما نطولش اكتر من كده. لحد كده انا اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.